وكده انا خلصت البسارية بتاعتي بالشكل الجميل. وطبعا الرز على النار لسه. بصوا شكلها جميل ازاي. وطبعا ما فيهاش زيت خالص لان انا صفيتها في الشبكة الاول، وبعد كده بطلعها على ورق مناديل. لو فيها برضو زيت بيشربه. بصوا الشكل. يا رب تعجبكم. يلا بينا نشوفها اتحضرت ازاي. صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا عليكم. النهارده وانا ماشيه الصبح في المنشيه، لقيت بتوع الشبك اللي بيصطادوا في المنشيه على البحر. طبعا بينادوا بقى على البسارية. بصوا البسارية البلدي طازه وجميله. دي البلدي بتاعتنا، اوميجا 3 طبعا، وحلوه جدا وفيها فوائد كتير جدا. طبعا مش هقول لكم لان كلنا عارفين. هبدا. انا بصوا مقشره توم. هبدا احط البهارات بتاعته. هنا ملح، نفس البهارات اللي هحطها في الثوم هحطها في الدقيق. هنا كركم، كزبره شويه كمان. هنا شطه، عشان مش هحط فلفل هستكتر بالشطه. بعدين هحط كمان فلفل اسمر، وطبعا اهم شيء الكمون. معلقه كبيره كده مليانه، وابدا اخلطهم. هنا معايا النص فنجان ده خل على عصير ليمون. كده فرمتهم اهو كويس. هبدا انزلهم كده. طبعا هنعمل رز صياديه وهنعمل سلطه جنبه. هبدا اقلب بقى، وطبعا بالراحه جدا لان هي صغيره. هسيبها بقى ساعه منقوعه كده في الثوم والحاجه بتاعتها، وبعد كده هنيجي نقليها ونعمل الرز. هنا بقى الدقيق. حطيت نص كوب نشا، نص كوب نشا والباقي دقيق. النشا بتخليها تقرمش. كده كركم، نفس الحاجات اللي حطيناها في الثوم هنحطوه هنا برضو. وهنا معلقه كزبره، شطه، ملح، كمون، فلفل اسمر، كده بقى نبدا نقلبهم كلهم عشان بيبقى طعم الكفر بتاعها من بره كمان جميل جدا، والنشا بيقرمشها. طبعا انا كنت غاسله البسارية كويس قوي ومصفياها. لازم تصفيها عشان لما تحطي التتبيله بتاعتها ما تبقاش كلها ميه تنزل في الميه من تحت، لا بتتصفى. وبعد كده تبداي تعمليها تقلبيها بالثوم. الحاجه التانية اللي نسيت اصورها معاكم ان انا حطيت الخل والليمون ونطرت بيها البسارية والثوم والحاجات اللي معاها.
كده انا هسيب دول كده، ويلا بينا نقلي. كده بقى جينا معانا الزيت اهو. انا بحب اقلي البسارية او الحاجات اللي بتطرطش، بحب اقليها في حله انا عاملاها مخصصاها للزيت وللقليه بتاعت الحاجات دي. طبعا انتوا عارفين لما بتتقلى فيها كذا مره، انا بغسلها بالسترس وبنقعها وكده، بس هي لازم بتبقى عامله كده. هنا معايا البصله، انا بحب اقطع البصله بتاعتي كبيره شويه مش صغيره بتاعت الرز، وابدا بقى انزل بالبسارية. طبعا انا معايا الشبكه دي اللي هي دي، انا جايباها عشان احط فيها البسارية لما اطلعها. وطبعا انا بعوص البسارية دقيق وبنفضها بمصفى او بشبكه. بصوا كده بحطها كده وبنفضها عشان اي دقيق ينزل منها، وابدا انزل على الزيت وما كترش عشان تنشف كويس. ابدا اقلبها لما احس ان هي نشفت شويه عشان ما تتعجنش مني. على فكرة هي مفيدة جدا للعظم، وأوميجا 3 عالي جدا، يعني أحسن من أي سمك تاني اللي هو كبير شوية. دي أفضل كتير وفيها فوايد ياما أوي. عشان اتنقعت في التتبيلة بتاعتها لمدة ساعة أو أكتر، ريحتها عايزة أقول لكم تحفة تحفة بجد. كده هبدأ أطلعها زي ما قلنا، نحطها في الشبكة على طول. طبعا رز الصيادية الاسكندرانية بيحبوا غامق مش فاتح، بس مش البصلة تكون محروقة، لا. كده تصفي الزيت بتاعها. ابدا انزل بشويه تاني، طبعا انا منفضاهم. بصوا بقى الزيت بيطير ازاي، فلازم تكون الحاجه عاليه. كده بقى انا غسلت الرز، هبدا انزله. انا بحب احمص الرز على البصله الاول، ما بنزلش بالميه على طول. على فكره البسارية دي اكلها هي عايشه على الجمبري، عشان كده لما بتيجي تقليها ريحه الجمبري هو اللي بيظهر مش البسارية. هسيب بقى الرز يتحمص وابدا اقلي البسارية.